Egyptian haircut and wash and beard trim. ايه ده يا امير؟ هو انت هتتكلم على الحلاقين؟ هتكلم على الحلاقين، هتكلم على اي حد في مواجهه مباشره مع الاجانب وبيعمل عمل ايجابي ومحدش بيجيب سيرته. Make my hair look like a pyramid. حتى الحلاق دكتور، شايف شكل الحلاق عامل ازاي ولابس بدله وشعره وحاجه كده عظمه. Whatever you wanna do to my hair. هذا هيقول لي يا امير طب ما شكل محل الحلاقه برضه في مول مش في الشارع، يعني احنا عايزين حاجات كده قريبه من الواقع، من الافلام والمسلسلات It's okay. Whatever. ده هيقول لي بس برضه باين عليهم ان هم سوريين، فانا لازم ارد عليه واقول له السوريين جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، واحنا اصلا كنا دولة واحدة لغاية قريب، طبيعي انك تقابل سوريين في الشارع المصري. So again, round two, baby. I'm not sure what that one is, but انت في كل الاحوال ادام جاي ما اتفرجتش على افلام ومسلسلات عربي، تأكد مليون في المية انك هتعيش تجربة مختلفة. it's okay. Oh, I think it's conditioner. Skincare by AI. Skincare by AI. انتوا مش ملاحظين ان في فخامة كده وفي عظمة في الموضوع؟ والمحل ده في مول ولا في شارع بقى في مواجهة مباشرة مع الاجانب في الشارع؟ I'm getting a dome massage. ده جديدة الموضوع الباط ده في سونيستا بس. This is the first time I've ever let a man rub cream all over my face. ده كده وسعت خالص، ده وسعت خالص، ده دكتور بجد. اللي عمل لي منشن على الفيديو ده خدمني انا شخصيا بصراحة، انا عايز اعرف عنوان المحل ده فين. ده انت بقيت اسكندراني، يلا بقيت شمبيقة. Best haircut of my life. Look at this guy, legend. Look at this guy. يا باشا خيال، يا باشا عظمة، والله اللي انت عملته ده عظمة عظمة، انت عظيم. Boys, what do we think about the style, huh? They styled me ده المحل طلع في الشارع مش في مول، وكمان بالله عليكم ده اللي كان داخل من شوية. all crazy. This is nuts, bro. عارف ميدو الجنتل؟ I don't even know what to say, bro. It's انا واثق ان الاخوه العرب اللاجئين في محلات الحلاقه في المولات يعني بيدفعوا اضعاف الكلام ده، والشارع المصري فيه دكاتره اهو، ابعتوه لهم بقى. ده مش تقليل من دور محلات الحلاقه الموجوده في المولات، ولكن احنا نفسنا ندعم الشارع ونغير صوره الشارع اللي اتبهدلت في المسلسلات والافلام. فرصه ندعم حلاقين مصر ومحلات الحلاقه وصالونات الحلاقه في مصر، ونقول ان احنا عندنا صالونات حلاقه في مصر شبيهه بالظبط واحسن من اللي موجوده في اوروبا. مش شرط علشان توصل المستوى ده تروح تدفع دم قلبك في المولات، لا ده انت هتقابلهم في الشارع المصري قدامك مباشره.